ومبادرة دول الجوار التي انعقدت في مصر، وما زلنا حتى اليوم نمد أيادينا من أجل السلام ومن أجل إيقاف هذه الحرب ورفع المعاناة عن شعبنا. كذلك قبلنا مبادرة من الأشقاء في تركيا وجنوب السودان ويوغندا لإيجاد حلول، لكن كلها اصطدمت برفض المتمردين للحلول السلمية وإصرارهم على تدمير الدولة وإبادة وتهجير شعبها. سيد الرئيس، هذه الحرب يصنفها البعض بأنها حرب داخلية بين طرفين مسلحين، لكن الاعتداء لم يتوقف عند القوات المسلحة بل شمل كل مكونات الدولة. فالمواطنين الأبرياء ليسوا جزء من القوات المسلحة، المساليد في غرب دارفور ليسوا جزء من القوات المسلحة، منازل المواطنين ليسوا جزء من القوات المسلحة. إذن هذه الحرب لا ينبغي أن تصنف بين القوات المسلحة والدعم السريع، بل شملت كل مكونات الدولة. لكني أؤكد لكم أن خطرها أصبح يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، حيث استعان المتمردون بمجموعات خارجة عن القانون ومجموعات إرهابية من عدة دول في الإقليم والعالم، مما يعتبر شرارة لانتقال الحرب إلى دول أخرى في المنطقة حول السودان، لأن التدخلات الإقليمية والدولية لمساندة هذه المجموعات أصبحت ظاهرة وواضحة، مما يعني بأن هذه أول الشرارة التي ستحرق الإقليم والمنطقة وتؤثر مباشرة على الأمن والسلم الدوليين. سيد الرئيس، حضور الكرام، اسمحوا لي أن أشكر الجهود المقدرة التي بذلتها الأمم المتحدة برعاية الأمين العام لدعم الوضع الإنساني في السودان. كذلك نقدر جهود وكالات الأمم المتحدة المختلفة والوكالات الدولية والإقليمية الأخرى وجهود الدول الشقيقة والصديقة التي بادرت في تقديم المساعدات الإنسانية والوقوف بجانب شعب السودان لتخفيف آثار هذه الحرب الإجرامية. من جانب حكومة السودان فقد تم فتح المطارات والموانئ وتسهيل حركة وعبور وتقديم المساعدات للقوافل وتذليل الصعاب التي تواجه العمل الإنساني، حيث تم تنسيق الجهود بحيث تصل المساعدات لكل المحتاجين والمتضررين. وهنا نناشد الوكالات والدول للإيفاء بتعهداتهم لسد الفجوة الكبيرة في الغذاء والدواء والإيواء لقطاعات واسعة من الشعب السوداني التي تضررت جراء هذه الحرب التي يشنها متمردو الدعم السريع بقيادة أسرة دقلو. سيد الرئيس، حضور الكرام، إننا ما زلنا عند تعهداتنا السابقة بنقل السلطة إلى الشعب السوداني بتوافق عريض وتراضي وطني تخرج بموجبه القوات المسلحة نهائياً من العمل السياسي، ويكون تداول السلطة بالطرق الشرعية والسلمية المتمثلة في الانتخابات، حيث أننا نرى أن تكون هنالك مرحلة انتقالية قصيرة تدار فيها الدولة بحكومة مدنية من المستقلين يتم خلالها معالجة الأوضاع الراهنة الأمنية والإنسانية والاقتصادية وإعادة الإعمار، تعقبها انتخابات عامة يختار من خلالها السودانيون من يحكمهم. كما نؤكد التزام الدولة بمواصلة الحوار مع الممانعين أخواننا عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور للانضمام إلى مسيرة البناء الوطني، حيث أننا في ظل التزامنا التام باتفاقية السلام الموقعة في جوبا في العام 2020 قد قطعنا شوطاً مقدراً في إحلال السلام ومعالجة جزء كبير من معضلات بناء الدولة السودانية. حضور الكرام، أؤكد التزام السودان بدعم المرأة والطفل والقطاعات الهشة لضمان تمتعهم بكافة حقوقهم وحمايتهم في ظل النزاعات القائمة حالياً
مع تجديد التزام حكومة السودان بالعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي هذا الصدد فإن وقف وتجميد المساعدات الإنسانية والمساعدات الدولية في الفترة الماضية قد أثر سلباً في تنفيذ تلك الأهداف، وأثر بصورة مباشرة في توسيع فجوة الحماية الاجتماعية ومجابهة التغييرات المناخية ومواجهة أزمة الغذاء، وفاقم من أوضاع النازحين واللاجئين. وهنا نناشد المانحين ووكالات الإغاثة المختلفة بالاستمرار في دعم ومعالجة الأوضاع الإنسانية في السودان وتقديم المساعدة للمحتاجين من النازحين واللاجئين. قبل أن أختم أجدد التأكيد بالمطالبة بتصنيف مجموعات الدعم السريع المتمردة والميليشيات المتحالفة معها كمجموعات إرهابية ارتكبت كل الجرائم التي تضعها في هذا التصنيف، وضرورة التعامل الحاسم مع من يدعمها، فالقتل والحرق والاغتصاب والتهجير القسري والنهب والسرقة والتعذيب ونقل الأسلحة والمخدرات واستجلاب المرتزقة وتجنيد الأطفال جرائم تستوجب المحاسبة والعقاب. كما أؤكد أن مؤسسات الدولة الشرعية القائمة من حكومة وقوات مسلحة وأجهزة أخرى لن تسمح بانتهاك سيادة الدولة أو النيل من كرامتها أو النيل من كرامة شعبها مهما كانت الكلفة. هنا لا بد أن أذكر وأذكر منظماتنا الإقليمية بأن تتحرر من الوصاية وتنظر إلى مصلحة الشعوب الأفريقية حتى تستعيد ثقة الأفارقة، فالحلول لمشاكلنا لن نستجدي من أجلها أحد ليشاركنا في حلها حسب مصالحه أو مصالح بلده. سيد الرئيس، حضور الكريم، ختاما لك الشكر، وأشكر أيضا معالي الأمين العام لتفهمهم لأوضاعنا الداخلية والوقوف بجانب الشعب السوداني ودعمه المستمر. كما أشكر دول جوار السودان وأشقائه وأصدقائه الذين وقفوا إلى جانبه. كذلك الشكر لمنظماتنا الإقليمية وشعب السودان يتقدم لكم جميعا بالشكر على مساندته لتجاوز هذه المحنة والهجمة البربرية التي تعرض لها من مجرمي الدعم السريع الإرهابيين. كما أنتهز هذه السانحة لأعرب عن تضامن الشعب السوداني مع أشقائه في المغرب وفي ليبيا لما أصابهم من كوارث مؤخرا. لا بد لي أن أشكر جموع الشعب السوداني التي وقفت وساندت وتحملت طيلة الأشهر الماضية كل تلك التضحيات لتخليصها من غدر المجموعات الإرهابية المتمردة. أشكر لكم جميعا حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.